السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من مطبخ نوجة وايمي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض القرص الفلاحي. احنا عندي هنا 2 كيلو دقيق، 4 كوبايات سمنة انا حطاهم على النار، 2 كوب لبن وعليهم معلقة خل برضو حطاهم على النار معايا، وعندي كوبايتين سكر بودر ومعلقتين كبار خميرة وهحط نص معلقة ملح. وهنا احنا عندي محسن الخبز ده اختياري، عايزه تحطيه مش عايزه براحتك. عندي معلقتين كبار خل، معلقه كبيره دقيق، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر. وكده يا حبايبي السمنه معايا على النار، انا بس مجرد هسيحها مش هغليها. وعندي هنا اللبن على النار هيغلي، وهنزل عليه بمعلقه الخل الكبيره عشان اروبه بدل اللبن الرايب او الزبادي، ده بيبقى افضل عندي. كده شايفين معايا يا حبايبي اللبن هيغلي اهو، هنزل بمعلقه الخل الكبيره وهقلب فيه لغايه لما يروب معايا. شايفين معايا يا حبايبي بيفصل اهو معايا، وبعد كده هسيبه يبرد شويه واضربه في الخلاط. والسمنه بتاعتي خلاص قربت اهي تسيح، وهقفل عليها. دول عشان الطريقه دي بقى عشان بناتنا بقى اللي لسه هيخشوا المطبخ يتعلموا القرص بقى الطريقه بتاع زمان الفلاحي، ويا رب تبقى طريقه سهله عليهم وتعجبهم. بصوا كده يا حبايبي اللبن بتاعي برد وضربته في الخلاط، ده بيبقى افضل من اللبن الحليب اللي من غير ما نروبه، ده بيخلي القرص بتاعتي طريه وحلوه. وهنا يا حبايبي المنخل بتاعي بتاع ايام زمان بقى ايامنا الحلوه، هنخل بيه الدقيق. بناتنا الصغيرين ما يعرفوش المناخل دي، كنا بقى بندخل الدقيق في تشوك كبيره، ما كناش بنعمل بالكيلو و2 كيلو، كنا ما شاء الله بنعمل كميات. كانوا الجيران وحبايبنا نقعد نعمل الحاجات بتاع القرص والبسكوت والحاجات دي كلها، كانت بتبقى فرحه بالنسبه لنا. كده خلاص يا حبايبي معايا دي، هنزل بقى ببقيه المكونات. كده يا حبايبي هحط الملح بتاعي والسكر والخميره، فقلبهم كويس في بعضهم. دي اول خطوه، بس لازم نقلب الدقيق كويس مع الخميره مع السكر. وبالنسبه للسكر لو انتي بتحبيش الحاجه مسكره ممكن تنقصي من المقدار بتاعك. مش عايزه تعملي 2 كيلو اعملي كيلو ونصصي كل المقادير اللي معاكي. كده خلاص يا حبايبي انا عندي السمنه هنا دفتها، بس هنزل بيها على الدقيق. وهبسته زي حبات، يبقى معايا زي حبات الرمل كده. دي اول خطوه. لازم الخطوه دي تتعمل صح عشان القرص تطلع معايا مظبوطه. شايفين كده يا حبايبي انا خلاص الدقيق كله اتعمل بالسمنه.
وكده معايا يا حبايبي محسن الخبز، عايزه تحطيه براحتك، مش عايزه برضو براحتك. ده انا بحطها بتخلي القرص معايا طريه وجميله وهشه. هنزل بيها على الدقيق بتاعي. برضو هقلبه كويس في بعضه. عشان المحسن يبقى في الدقيق معايا كله. كده خلاص هنزل بقى باللبن معايا، مش هحطه كله مره واحده، هحط واقلب معايا واعجن معايا كويس. وكده يا حبايبي لسه القرص معايا عايزه لبن تاني. هنزل ببقيه اللبن كله وهعجنها، هعجنها كويس. وهنا يا حبايبي العجينه لسه محتاجه ميه، لما تحتاج افضل ما تحطي وتبقى زياده. انا دفيت ميه وحطيتها مكان اللبن. هنزل برضو شويه شويه، مش هنزل بيها كلها مره واحده. دي واحده واحده والعجينه واحده واحده كده معايا عشان تلم. هتحتاج برضو شويه ميه تاني. رئيسنا بقى الجداد وبناتنا ما يزهقوش، لازم يسيسوا العجينه معاه واحده واحده كده. وكده خلاص انا مش هحط لها ميه تاني، انا هلمها كويس وهسيبها نص ساعه. احطها في كيس واخمرها نص ساعه. بصوا يا حبايبي هي كده بتلم معايا. هلمها كويس واغطيها في مكان دافي لمده نص ساعه. شايفين معايا طريه ازاي؟ طريه ما بتلزقش في ايديا. كده خلاص هغطيها. بصي يا حبايبي هغطيها بقى واسيبها نص ساعه. وكده يا حبايبي بعد نص ساعه العجينه خمرت معايا. هقطعها بقى على حسب على حسب المقاس اللي انتي عايزاه. كده بقرصها، لازم الم العجينه كده معايا. شايفين يا حبايبي؟ دي الطريقه بتاعتنا بتاع زمان، بتاع اللمه والجيران
والحبايب كلها كنا بنعمل كده. وهنا يا حبايبي انا هقسم الكميه، هعمل نصها، انا عندي حته عجوه، هعمل نص العجينه بعجوه ونصها ساده. والعجوه دي كنا بنعملها بيبقى العجوه ونفصصها وبعملها في المفرمه بتاع زمان واقلبها بحته سمنه بعد كده. كده يا حبايبي انا قطعت نص الكميه، هغطيها لمده 10 دقايق ترتاح بس عشان تفرد معايا كويس. كده يا حبايبي بعد 10 دقايق هبططها بقى كده، اقلبها الاول كده على الظهر يبقى فوق، هبططها كده وهبططها السمك بتاعها، ولا هيبقى تخين قوي ولا رقيق قوي، معقول. بصي يا حبايبي برضو نفس الخطوة عشان نلم القرصة من تحت متبقاش مفتوحة. وبرضو بصوا. وكده يا حبايبي انا خلصت الكمية السادة، هغطيهم، هحطهم فوق بعض كده سيجار واغطيهم لمدة نص ساعة وبعد كده اسويها. وكده يا حبايبي هقطع بقى نص الكمية التانية، واحنا معانا عجوة اهي انا هعملها بسمنة وعليها سمسم. برضو نفس الخطوات، بس الفرق ان انا هحط ايه عجوة في قلبيها. هلم كده على العجوة يا حبايبي. تبقى حاجة جميلة ونضيفة في البيت، تفطري بيها جنب كوباية شاي، جنب كوباية لبن. اهم حاجة الم العجوة بالعجين كده متبقاش باينة من العجين معايا. وكده يا حبايبي بقى معايا بقيت كمية القرص دي ام عجوة، هغطيها 10 دقايق واسيبها ترتاح شوية. بصوا لازم التغطية دي عشان الوش بتاعها ما ينشفش. وكده يا حبايبي بعد 10 دقايق احنا القرص بتاعتنا ارتاحت، هاخد واحدة واحدة برضو نفس الخطوة، هبططها كده شايفين معايا. بس القرصة دي بقى مش هحطها، هحط دي كده على الوش. وهحطها كده بقى ليه؟ عشان هنا العجوة باينة معايا، انا كده كده هشقها، لو حطيت دي تحت العجوة هتلزق في الصاج بتاعي، وانا الصاج بتاعنا مش دهناه حاجة على فكرة، عشان السمنة بتاعت القرص كتيرة معايا تبقى مظبوطة معايا.
ويا حبايبي انا قطعت القرص بتاعتنا وبططتها، بس انا حاطه القرصه ده الظهر بتاعها عشان العجوه ما شاء الله عاملاها كتير، عشان لو عجوه تحت هتلزق في الصاج وهتبوظ القرصه معايا. وهنا معايا بضايه وشويه فانيليا ومعلقه خل صغيره عشان ايه تشيل الزفاره من البيض. هدهن وش القرصه معايا بالبيض واحط سمسم عليها، وانا جايبه الفرشه دي عشان اخرم بيها بدل الشوكه، دي فرشه جايباها للعجين بس. اعمل الاول كده بعد كده بالبيض من القرصه معايا بعد كده السمسم هرش على الوش وانا مشغله الفرن معايا عشان اسوي القرص الساده دلوقتي. ودي هسيبها نص ساعه واغطيها تخمر، وبعد كده هسويها بعد الساده. وكده يا حبايبي بعد نص ساعه برضو هعمل نفس الخطوه، هخرم القرص كده وانا مشغله الفرن قبليها بربع ساعه على 150، وكل واحد على حسب درجه حراره الفرن بتاعه. وانا عندي هنا حطاه في النص، وعندي صاجه، عندي رف زياده، احط واحد فوق واحد تحت. ما عندكيش حطي صينيه وتحت وارفعي الصاج شويه لتاني. وكده يا حبايبي انا هشوف عندي السوا كده، الوش عندي فوق خلاص تمام. هنقل الصاج بقى لتحت، احطه فوق، واللي فوق ده هنزله تحت. لازم تتابعي الفرن معاكي سواه عامل ايه. كده يا حبايبي هشوف القرص بتاعتي ايه اخبارها. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا حبايبي؟ شايفين؟ واهم حاجه في السوا لازم تلف السجان، انت عارفه سوا فرنك بيبقى ازاي. اهو يا حبايبي معاه، واحط بقى بقيه السجان. كده يا حبايبي خلصت معانا القرص الفلاحي. وعندنا هنا كام تركه لازم تمشوا عليها. اول حاجه نوعيه الدقيق بتختلف معاها اللبن، يعني انا حطيت كوبايتين لبن وزودت ميه تاني، زودت بمقدار كوبايه ونص ميه تاني على العجينه. تاني حاجه السوا، كل واحد فرنه عارف هو بيسوي ازاي، ولازم تدوري السجان عشان تسوي بالطريقه كويسه. وهنا انا القرص دي مش دهنه وشها، هنا دهنه وشها بالسمسم والبيض. بصي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله القرصه عامله ازاي معايا. بصوا طريه وهشه ازاي معايا. وادي عجوه برضو. بصوا يا حبايبي، والمقدار اللي معايا ده عمل لي 6 سجان من اللي شفناهم مع بعض. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مع مطبخ نوجة وإيمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.